طلاب سينيور 3 في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. اسئله صغير مش هياخد وقت، مش هتلاقي البارت ده كبير باذن الله. لو طلاب سينيور 3 في كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ميعادنا مع السيشن الثانيه ليسن 2. هنقسم الليسن ده في كتاب التفوق لتو بارتس. اعذروني طبعا لو صوتي مش احسن حاجه، بس والله دور البرد اللي انتوا عارفينه منتشر اليومين دول، فايه قضى علينا. بس زي ما اتفقنا احنا هنكمل السلسله حتى لو في ايه. مهم الليسن ده يا جماعه ممكن يكون ليسن كبير شويه، 112 سؤال 113. فاحنا قلنا بالتالي احنا هنبدا نقسمه على تو بارتس. هناخد النهارده من question 1 لحد 50، والمره الجايه ان شاء الله من 50 لحد الاخر. كل تشابتر بيبقى فيه كريزه. الدرس ده كريزه التشابتر ده وخاصه اللسن ده في التفوق. كل لسن في التفوق بيبقى فيه كده لسن ايه الكريزه، اللي هو تتمتع وتتمزج وانت بتحل. تمام؟ ده الكريزه بتاعت الشابتر ده. ال 113 سؤال لو ظبطتهم صدقني اي حاجه في الجزئيه بتاعت البارت الاولاني اللي هو الفولتج والانتنسيتي والريزيستنس والكونكشن اوف ريزيستورز والكومباريزن بتوين الريزيستورز، هتلاقي الدنيا سهله جدا. وهتلاقي اسئله امتحانات سنين فاتت عادي هنشوفها سوا، وهنشوف ازاي نتعامل معاها. دي حاجه. تاني حاجه، لو انت عايز ريكاب صغير هتلاقي الفيديو تحت على طول، لينك الفيديو بتاع الريكاب. احنا هنحتاج ريكاب 1، فانت لو ما اتفرجتش على ريكاب 1 انزل روح اتفرج عليه واعمل ريكاب على اللي فات كده في اول ربع ساعه، وسيب جزئيه الاسئله وتعالى بقى اشتغل معانا الحل. تمام. يلا بينا نبدا سوا. اول question معانا في lesson 2. اول question بيقول لك the following figures illustrate four identical electric resistors which are connected in different methods. طيب ايه الفيجرز اللي الريزيستنس توتال بتاعتهم ايكوال؟ تعال نجيب الار داش في كل واحده. الار داش في الحاله الاولانيه ادي البرانش اللي فوق باراليل للبرانش اللي تحت. افرض ان دي ار ودي ار، يبقى برانش اللي فوق اللي تحت 2 ار واللي فوق 2 ار، ف 2 ار مع ار يطلع لك ار. طيب اللي بعده يا مستر، انا هدخل من هنا عندي الطريق ده او الطريق ده، يبقى برضو الار داش بتاعتي هتبقى بار. ليه؟ اهو بص، ار بعد كده ار، يبقوا 2 ار الناحيه دي و2 ار الناحيه دي. تمام. اللي بعدها على طول معايا 2 ار مع ار ان باراليل، كل دول ان سيريس مع ار. فتقول لي بص يا مستر الار داش كده هتبقى ايكوال، هتقول لي يا مستر ار بلس واحده بلس 2 اوفر 2 تايمز 1 على 2 بلس 1 اللي هي 2 اوفر 3 طبعا، فيطلع لك 5 اوفر 3 ار. هتقول لي الار داش هنا مستر ارايا بلس 2 ار تايمز ار على 2 ار بلس ار، بحكم ان هما ان باراليل. طيب اللي بعده على طول، دخلت من الاي، دخلت عندي طريق اولاني وطريق تاني واتجمعت هنا، يبقوا الاتنين دول ار وار. قال لي ار باراليل مع ار، وهنا نفس الكلام ار باراليل مع ار، يطلع لك الار داش دي هتطلع لك نص ار بلس نص ار، يطلع لك ار. فيبقى انهي فيجرز اللي شبه بعض؟ 1 و 2 و 4. 1 و 2 و 4 اجابتي اجابه سي. جميل. اللي بعده question 2. الكويشن ده شفناه كتير قوي سواء معايا في السيشنز او حتى في الريكابس. قال لي يا مستر انهي واحده هتديني اعلى الكتريك ريزيستنس؟ عايز الار توتال تبقى اعلى حاجه. انهي كونكشن؟ اول حاجه كيو ام. قال لك بس خلي بالك من حاجه، ان اللينث كي واي دبل الويدث كي ام. يعني انت لو سميت كي واي دي لو سميت كي ام ار دي تسميها لي 2 ار، فدي تبقى 2 ار ودي تبقى ار. جميل. تعال نشوف كل كونكشن فيهم. ودي كانت نوت احنا زودناها سوا. ايه هي؟ ان ار توتال بتطلع اعلى حاجه في حاله الدايجونال. تمام. عايز تكتبها نوت لنفسك اكتبها كتجميعة نوتس،
عايز نشوفها؟ تعال نشوفها. اول حاجه كيو ام، هحط الباتري ما بين كيو ام، ادي الباتري. فكده طلعت من الباتري عندي اوبشن ار او الثلاثه دول سيريز. فقال لي 2 ار مع ار 3 ار و2 5 ار. يبقى اول واحده احنا عايزين اعلى ار توتال، نكتبها هنا عشان نكتب كل واحده فيهم. قال لي اول واحده هقول 5 تايمز 1 على 5 بلس 1، يطلع لك 5 over 6 اللي هي 0.833 ار. كيو ام يا مستر لما عملت كونكت بقى عندي دي باراليل مع كل دول. تمام. امسح بقى الباتري من هنا بعد اذنك وتعالى نشوف الاوبشن التاني. الاوبشن التاني واي وكي. ايه ده؟ طب ما واي وكي يا باشا، سوري واي وكي فوق، انا شفتها كي معلش. واي وكي، واي وكي يا باشا. قال لي مستر ار برضو مع، لا اوعى تغلط الغلطه دي، انت كده ار باراليل مع 4 ار. سوري دي كانت 2 ار. قال لي 2 ار باراليل مع 4 ار. حلو. يبقى تقول لي 4 اوفر 3. ليه؟ هتعمل 4 تايمز 2 على 4 بلس 2 تطلع لك 4 اوفر 3. طيب اللي هي كام بقى كديسيمال؟ تطلع لك 1.33 ار. ماشي. انا بعمل ايه؟ بحاول اشوف اعلى ار ايكويفالنت. ماشي. اللي بعده واي واكس. بص بقى التركه، واي واكس يا باشا ما هم دي هي كيو ام ما اختلفتش، هتطلع لي زي اللي فوقيها. فا ايه وسي غلط، بي ممكن لان بي اكبر منهم. تعال نجرب اخر تشويس معانا وهو تشويس دي. ركز بقى معايا قوي. بيقول لك اكس وكي او كي واكس، يعني انت هتحط الباتري بالمنظر ده. فالباتري لما تطلع من هنا عندها الطريق اللي فوق والطريق اللي تحت. 3 ار و 3 ار قال لي يبقى 1.5 ار، وتطلع دي اكبر اجابه. وخليك عارفها نوت ان اعلى ار ايكويفالنت في الحاله اللي عندك دي بتطلع مع الدايجونال. فتطلع اجابتك دي. اللي بعده question 3 برضو ده كان سكند سيشن 2022. بيقول لك لو عندك 6 ار و4 ار و3 ار، ولما عملت لهم كونكت ان باراليل الثلاثه، عملت لهم كونكت ان باراليل كده، عملت للثلاثه كونكت ان باراليل عندي 3 ار و4 ار و6 ار. يبقى 3 ار 4 ار 6 ار. هتقول يا مستر ديرفور بيقول لك ان هم لما كانوا كونكتد ان باراليل ار داش بتاعتهم كانت ب 4 اوم. طب انا كده استفدت ايه؟ استفدت ان انا هقول ال 4 اوم دي عباره عن 1 over 3R 1 over 4R plus 1 over 6R. كل ده باور نيجاتيف 1. فتقول لي therefore الار هتطلع معاك اعملها شيفت سولف على الكالكوليتر ب 3 اوم. انت عارف لو انت بقى اتخزوقت الخازوق اللي زمايلك لبسوه وفرضوا ان الار ب 1، الاجابه موجوده. لو فرضت ان الار ب 1 فتبقى 3 plus 4 7 7 plus 6 13 اهي. مع ان مش دي الاجابه اللي هتطلع لنا، لان انت كده الفور اوم اللي هو اديتها لك انت رميتها في الزباله، وهو مديها لك عشان غرض ان انت تجيب الريزيستنس. فتقول لي بص يا مستر therefore بقى لما اعمل الثلاثه كونكت ان سيريز، اول حاجه 3 تايمز 3 قال لي 3 ار دي هتبقى 9 اوم. اللي بعدها 4 تايمز 3 12 اوم. اللي بعدها 6 تايمز 3 18 اوم. تعمل الثلاثه دول بلس بعض يطلع لك الار داش ان سيريس ب 39 اوم، وتبقى اجابتك اجابه دي. بص وهو ده الفكر. على فكره في امتحان اخر السنه الاسئله ما بتبقاش صعبه، بس بتحتاج تبقى مركز جدا جدا جدا. Question 4 بيقول لك the opposite figure represents a part of an electric circuit. The equivalent resistance between the two points x و y. نعمل ايه يا مستر؟ نقف عند x. عندي اوبشن الطريق اللي فوق كله اللي هو ده كله على بعضه، او الطريق اللي تحت. يبقى تجمعهم لي وتبدا بقى تقول ان ده باراليل لده. فار وار باراليل مع بعض، يبقى كانك عندك فوق نص ار
وتحت ار وار قال لي 2 ار. اعمل دول بارالل مع بعض على الكالكوليتر. 2 تايمز 0.5 على 2 بلس 0.5 يطلع لك therefore الار داش ب 2 over 5 ار، وتبقى اجابتك اجابه بي. طيب اللي بعده question 5 بيقول لك لو انت عندك كده الشكل اللي قدامك ده، عايز الايكوفالنت ريزيستنس. طيب بص يا حبيب قلبي، احنا اتفقنا على قاعده. السؤال اللي قبل ده على طول كان سؤال مباشر ما فيهوش مشاكل، انما السؤال ده بقى فيه تريك. ايه هي؟ عندك اسلاك سالكه، واحنا بنعمل البوينتنج ليه او بناخد الريشيبنج ميثود ليه؟ هقول لك ليه. عشان المنظر ده انت ما تقدرش تحدد مين سيريس ومين بارل. هتقولي بص يا مستر انا 3 بعد كده 10 بعد كده 10 ايه ده و12.5. ال 3 يا مستر بارلل مع ال 15 بعد كده 12.5 ايه ده 10. انت ما بتبقاش عارف تحدد من موقعك كده هل هي سيريس ولا بارلل. فاحنا ساعتها بنعمل الريشيبنج. الريشيبنج بتقول لحضرتك لو دي اسمها ام فدي هيبقى اسمها ام، دي اسمها ام، دي اسمها اي حاجه او، ودي طبعا ان زي دي. ويلا بينا البدايه الدخول عندي مين؟ ام. الخروج عندي مين؟ ان يا مستر. في النص بينهم مين؟ او. ام و او قال لي 3 او. اشطب عليها، اللي خلصها اشطب عليها. ام و او 15 او. شفت بقى طلعوا بارالل لبعض. بدل الشك اهو هيتبنى لك سيركت انت هتعرف تحدد مين سيريس ومين بارالل. طيب ايه تاني؟ ام و ان 10 او. ام و ان 10 او. او ان 12.5 او. تقول لي 15 و 3 اعملهم على الكالكوليتر. 15 تايمز 3 على 15 بلس 3 تطلع لك 2.5. تعال نغير اللون بقى. الجزء ده هيطلع لك 2.5 اوم. ان سيريس يبقى انت كأن عندك فوق ان سيريس مع 12.5 عندك 15 اوم بارالل لي 10 اوم تحت. فتقول لي therefore يا مستر الار داش بتاعتي احسب 15 تايمز 10 على 15 بلس 10 تطلع لك 6 اوم، وتبقى اجابتك اجابه سي. اللي بعده، اعذروني يا جماعه لو بكح كتير والله غصب عني. طيب اللي بعده، تعال نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي in the opposite electric circuit the equivalent resistance x و y. طيب عايز الايكوفالنت ريزيستنس ما بين x و y. من تخيلي كده من وانا شايف من قبل ما اكمل يا مستر، هل في اسلاك سالكه؟ لا. بص بقى، البرانش ده كله طريق والبرانش ده كله طريق، فانت في الاخر بعد ما تظبط عندك برانش فوق او برانش يمين بارلل مع برانش شمال، جمعهم وظبط وما تنساش ان هم بارلل. طيب تعالى بقى نشتغل واحده واحده. 6 و 3 مع بعض قال لي 2 او. 12 و 6 مع بعض بارلل 4 او. يلا نحل. 2 او مع 1 3. 3 و 3 6 اوم، يبقى انا عندي 6 اوم بارلل مع 4 مع 8 طلع لي 12. شفنا حلينا السؤال بكل سهوله ازاي؟ قال لك يطلع لك الار داش ساعتها ب 4 اوم، وتبقى اجابتك اجابه سي. في مشاكل؟ ما اظنش في مشاكل. خلي بالك هو بيتعمد ان هو يخضك كده في الاسئله. بص المنظر ايه يا مستر، المنظر ده مش عارف احله. لا هتعرف تحله والله وتشتغل فيه. اللي بعده عايز برضو الار توتال بتاعتي. طيب between points A و B عندي يا مستر اسلاك سالكه؟ لا، برانش تحت وبرانش فوق. يبقى انا اكتب لنفسي كده في برانش تحت، طريق تحت واضح وصريح اللي هو ال 15 اوم بس، وطريق فوق انا عايز اجمعه. تعال نجمع الطريق اللي فوق. بص بقى، اول حاجه عندي ال 5.5 اوم ماشي، وبعد كده قال يا مستر عندي ال 4 اوم بارلل مع الاثنين دول يطلعوا لك كام؟ قال لي 4 اوم. 4 اوم مع 4 اوم كانك بتقول لي الجزء ده كله ب 2 اوم. 2 اوم مع 5.5 يطلع لك فوق 7.5 اوم. فتقول لي ساعتها يا مستر الار داش 15 مع 7.5 يطلع لك 5 اوم،
وتبقى اجابتك اجابه بي. اتمنى ان انا اكون بفيدك وبسهل لك الموضوع على قد ما اقدر، ولو في اي حاجه زي ما قلت لك ابعت لنا على الفيسبوك هنرد عليك على طول لو عندك اي اسئله. طيب السؤال اللي بعده بص برضو عايز يكعبلك. مستر هو كده ايه؟ بص عندك الطريق اللي تحت خالص اللي هو تمشي كده توصل من اكس لواي، يبقى عندك ال 18 تحت، والطريق اللي فوق بقى اقعد جمعه براحتك، بس خليك عارف ان هو بارالل لل 18. بص بقى الستارت بوينت اهي، الاند بوينت اهي، يبقى البرانش ده كله اللي هو 9 اوم مجموع ده وده بارالل مع ال 4.5. تقول لي مستر 9 مع 4.5 كاني شلتهم وحطيت فوق 3 بعد كده 9، صح؟ صح. 3 ان سيريس مع 9 يطلع لي 12. فتقول لي انت عندك يا مستر 12 مع 18. احسب الار داش في الحاله دي يطلع لك تقريبا 7.2 على ما افتكر، يعني عشان السؤال ده ايه الواحد بفضل الله مش اول مره يحله. 7.20 وتبقى اجابتك اجابه ايه. تمام تمام يا مستر. اتمنى تكون معايا ومجمع اول كام كويشن كده بيمرنوا ايدك. بجد البنك الاسئله ده تحفه تحفه. 113 سؤال عجن بس. يلا بينا. في اسلاك سالكه يا مستر ده في كتير. بص عندي دي يا مستر A، عندي دي A، عندي دي C، عندي دي C، ودي B. يلا بينا. مستر ما اسمي دي كمان، اسميها دي. تبقى غلطت اكبر غلطه في حياتك. ليه ما اسميش البوينت دي؟ ركز معايا قوي، لان دي يا باشا تانية السلك، انما كل دول جانكشنز. يعني ايه جانكشن؟ يعني نقطه تقاطع. انما دي يا باشا لو سميتها دي المساله هتتكعبل معاك. طب مستر ما هي دي تانية السلك، يبقى 3 و3 حضرتك على طول تقول لي هنا كام؟ 6. دي مش محتاجه اصلا. تعالى بقى نبدا نشتغل واحده واحده. عندك A C B، A و C 6 O، A و C 12 O. عندك A و B 6 O، A و B يبقى من تحت كده او من فوق مش فارقه 6 O. وبعدين خلاص الجزء ده خلصناه. C و B 8 O. بص بقى الحلاوه، يلا بينا. 6 قصدي و12 تشيلهم ويطلعوا لك 4. 4 ان سيريس مع 8 12. 12 و6 يطلع لك 4 اوم. يا مستر اشتغلنا 12 و6 كتير النهارده، فتطلع لك 4 اوم. اجابتك اجابه سي. طيب question 10. In the opposite electric circuit, if the equivalent resistance between the 2 points A و B equals 2R, then the value of the resistor Rx. يعني بيقول لك من الاخر الار توتال كلها. بص بقى خدعه السؤال، الار توتال هي اللي ب 2 ار، ده هو مديها لك. في ريزيستنس عندك اسمها ار اكس. ار اكس دي بقى هتبقى قيمتها كام عشان الايكويفالنت ريزيستنس تطلع لي كلها ب 2 ار؟ انا يا مستر هبدا اسمي بسم الله. اول حاجه A وهنا هسميها C. هنا محتاج اسميها؟ لا، ما هي دي هي دي، فدي B ودي B عادي. طيب حتى لو كان حاط لي ريزيستنس هنا نفس فكره اللي فات، حتى لو كان حاط لي ريزيستنس يا مستر كنت هعتبر دي برضو نفس السلك، تانية السلك. يلا بينا. بص بقى عشان هنبتدي نلعب سوا. A والدخول عند A والخروج عند B وفي النص C. A و C 2R و A و C RX. يلا بينا. يبقى A و C 2R و A و C RX. اللي بعده C و B 2R. C و B يا مستر 2R و A و B 6R. A و B 6R. يلا بينا يلا بينا. مستر الار اكس مش معايا، هو بيقول لك عايزها تطلع لك كام؟ 2R. عشان تطلع لك 2R هتقول له يا مستر بص 2R في 2R equals 6R times ال R equivalent 1. ايه R equivalent 1؟
الار ايكويفالنت بتاع الجزء المنقط ده، الجزء اللي فوق بس، سميناها ار ايكويفالنت 1. وفي واحد على فكره سريع الحل هيقول لي يا مستر من لقطه 2 ار يا مستر واجابتك صح. يقول لي ليه يا مستر؟ عشان 6 ار، عشان تطلع لي 2 ار 6 و3 هيطلعوا لي 2 ار، فانت محتاج اللي فوق ده يبقى ب 3، يبقى 2 ار و2 ار، وفي واحد تاني واحده واحده، مفيش مشكله. بالحل الكتير هتبدا تثبت 6 ار بلس ار ايكويفالنت 1. تعمل شيفت سولف تطلع لك ار ايكويفالنت 1 ب 3 ار، يعني انت محتاج الجزء اللي فوق ده يطلع لك 3 ار. طيب انت معاك منه 2 ار، يبقى فاضل لك الجزء الصغير ده يطلع لك ارايه، يبقى لازم ار اكس تبقى قيمتها كام؟ قال لي مستر therefore ار اكس قيمتها 2 ار، وتبقى اجابتي اجابه بي. فكره السؤال ده واو وتحفه وجميله قوي. نخش على اللي بعده. question 11. In the opposite electric circuit the value of the equivalent resistance between the 2 points. يلا بينا واحده واحده. يلا وحش. بص مستر اجباري 2 دخلت فيها، يبقى عندي 2 ان سيريس مع كل اللي جاي. ايه اللي جاي بقى يا مستر؟ بص 6 و6 نفس الستارت ونفس الاند، بارلل مع ال8، وبعدين هبدا اشوف مالهم بال8 دي. مبدئيا 6 و6 اللي هم 12 بارلل مع ال8، ماشي. 6 12 بارلل مع 8، احسبها لي هتطلع لك تقريبا 4.8. 12 بارلل مع 8 يطلع لك 4.8. تقول لي ثانيه واحده يا مستر، عندي الطريق اللي هو هيبقى ال 4.8 هنا وبعد كده 3.2، يا اما يا مستر طريق ال 8 اوم، فده معناها ان الاتنين دول ان سيريس بارلل مع دي. طيب يلا نحسبها. 4.8 و 3.2 يطلع لك 8. 8 و 8 بارلل مع بعض يطلع لك كام؟ قال 8 و 8 بارلل مع بعض طبعا يطلع لك 4، وبعدين كل ده ان سيريس مع 4 اوم اجباري، يبقى تقول لي 4 و 4 8 و2 تبقى 10 اوم، واجابتي اجابه سي. جميل برضو السؤال ده، معتمد ان انت تنظم حلك وتمشي واحده واحده. شوف اللي بعده. اللي بعده كان فيرست سيشن 2024، برضو فكرته جميله قوي والله. ده اللي زمايلك بيمتحنوه، ولا بيمتحنوا حاجات معقده ولا بتاع، لو لا قدر الله هيجيب له حاجه فيها اسلاك سالكه وكده بيجيبها له في الدور الثاني، عشان بيحب يغلس على الناس اللي لا قدر الله داخلين دور تاني. واحنا مش الناس دي خالص، لو احنا بادئين من الاول وبنجتهد وبنعمل اللي علينا استحاله نبقى من الناس دي. تمام. ار اكس داش في الحاله الاولانيه. يلا بينا مستر ار وبعد كده ان سيريس مع 2 ار وار. قال لي نعملها ازاي؟ 1 بلس 2 تايمز 1 على 2 بلس 1 يطلع لك 5 اوفر 3 ار. مستر عايز اكتبها ديسيمال، اكتبها ديسيمال يا عم ولا تزعل نفسك. 1.67 ار. اللي بعده 2 ار وار وار نص ار، يبقى الار واي داش 2.5 ار. اللي بعده 2 ار مع ار، قال لي الار داش عند الزد 6 ار و3 ار يطلع لك 2 ار مع ار يبقى 3 ار. يبقى تقول لي يا مستر كده معناها الزد اكبر من الواي اكبر من الاكس، فساعتها تقول لي التوتال ريزيستنس اوف ايكوال. غلط. اكس جريتر ذان ده اكس اصغر واحد ما تكملش. زد از ليس ذان ده زد اصغر واحد، سوري ده زد اكبر واحد. زد از جريتر ذان من غير ما تكمل. تمام. تعالى بقى تعالى فكره سؤال بقى في الحته دي ممكن نزودها وممكن تجي لك. يقول لك الانتنستي. تقول له مستر الانتنستي يبقى انتنستي زد اصغر من انتنستي واي اصغر من انتنستي اكس. ده ملوش علاقه بالسؤال، دي حاجه زياده. ممكن يجيبها لك ممكن يجيبها لك، يجيب لك نفس الشكل ده او يغير حاجه بسيطه تطلع بس في الاخر اجابتي دي. سؤال 13. انهي من الحالات دي هيطلع لي ار؟ هتقعد تحسب كل واحده، مش هقول لك غلط، بس في حاجه اسمها سرعه بديهه. يعني ايه سرعه بديهه؟ دول كام؟ 6 ار يا مستر. 6 ار و3 ار 2 ار 2 و 1
6R 6R مع 3R هيطلع لك 2R 2R وR هيطلع لك حاجه فراكشن، ما تكملش غلط. تعال نخش على بعدها 4R 4R و4R قال لي 2R 2R و2R يطلع لي R. ما تروحش تكمل بقيه الاجابات، اجابتك بي على طول. ده كان في فيرست سيشن 2021 ده سوري كان اكسبيرمنتال في 2021. اسئله امتحان اخر السنه تعتمد ان انت ما تقعدش تجرب الاجابات كلها، انت تنجز. تمام؟ طيب خش على اللي بعده. The opposite figure represents several electric circuits in which circuit the ammeter reading is equal to كام؟ 0.5 امبير يا مستر. طيب تعالى بقى للاسف هنقعد نحسب كل واحده بس في السريع منه. 1.5 2 parallel مع 2 parallel مع 2 يبقى 2 رو اوفر 3، يبقى تقول لي مستر 1.5 على 2 اوفر 3 تطلع لك 2.25 امبير على طول. تنجز. انت عايزه تطلع لك كام؟ 0.5. اول لما تطلع ما تروحش تجرب الباقي. ماشي. 1.5 دول مالهم سيريس، فتقول لي اي في حاله سي 1.5 على 6 يطلع لك 0.25 امبير. اللي بعده اي بي 1.5 يا مستر divided 2 times 1. اوعى تغلط الغلطه دي. دول كام؟ دول 4 يبقى 4 times 2 على 4 plus 2 يطلع لك 1.125 امبير. مستر دي كل ده ما طلعتش الاجابه. عادي جرب دي، تعال نشوف دي وهي هتطلع لك فعلا الاجابه دي، مش هيبقى عندك طول بال. 1.5 divided 2 و 2 مع بعض 1 اوم 1 و 2 3 احسبها على الكالكوليتر. 1.5 على 3 هي فعلا 0.5 امبير وتبقى اجابتك اجابه دي. اللي بعده 15 برضو جه في اكسبيرمنتال 23. تعرف بقى ان 15 اعتمد اعتماد كلي على التجربه. انت ما تقدرش تفلج لي 4 ريزيستنس وما تقدرش، هو بيقول لك لازم تبقى ايكوال ل 5 اوم. هي مين دي اللي ايكوال ل 5 اوم؟ هتقول لي مستر 5 ايكوالز الاثنين دول بارالل يبقى R1 R2 على R1 بلس R2 بلس 2.5 بلس مين اللي جاي بعدهم على طول؟ R3 R4 على R3 بلس R4. اعتمد السؤال ده على التجربة البحتة. تعالى بقى لازم تجرب الانسرز وتشوف انهي واحدة هتطلع لك 5. طيب تعال نجرب اول انسر. هنقول يا مستر 2 تايمز 9 على 2 بلس 9 كل ده بلس 2.5 بلس 8 تايمز 2.5 على 8 بلس 2.5 طلع لي في الاخر 6.04. اول اجابة غلط. الاجابة اللي بعدها 1 تايمز 9 على 1 بلس 9 بلس 2.5 بلس 2 تايمز 8 على 2 بلس 8. ايه ده؟ طلعت لي 5. اجابتي بي. طلعت على طول اهي. يبقى الاجابه بتاعتنا اجابه بي واعتمدت على التجربه البحته. 16 In the opposite electric circuit the equivalent resistance between the 2 points A and B equals. بص المنظر ده والله منظر انا لو شفته وانا قدك كنت اتخض. بس ليه؟ واحده واحده تعال نشوف. ال 2 اوم دخلت فيها، هل عندي طريق تاني؟ لا. يبقى 2 اوم اهي، اسهل لنفسي. بعد كده 2 اوم تانية، يبقى تشيل دي وتقول لي مستر خلاص ال 4 اوم اللي في الاول دي اجباري وخلاص مش عايزهم. عندي ده البرانش ده بارالل للبرانش ده والاتنين دول نفس البوينت يبقى نفس الاند، فتقول لي 4 و2 بارالل مع بعض اهو. بعد كده 2 1 بارالل لبعض. ايه ده؟ بس كده مستر؟ والله العظيم بص كده 4 اوم بلس 4 تايمز 3 سوري 4 تايمز 2 على 4 بلس 2 بلس 2 تايمز 1 على 2 بلس 1 يطلع لك في الاخر الار داش سبحان الله ب 6 اوم. وسؤالي يخض وشكله غريب ومش عارف مين سيريس ومين بارلل، بس اهي مشت. يطلع لك في الاخر 6 اوم. اجابتي اجابه بي 17. تحفه 17. ممكن تجرب تحله لوحدك كده واحده واحده. بص بيقول لك ايه، لو انا ار ايكويفالنت 1 دي هي ما بين اكس وواي
ما بين اكس وواي، يعني احط البطاريه هنا. طيب تعال نجيب ار ايكويفالنت 1 ونشوف بعد كده هو عايز ايه. هو بيقول لك عايز ار ايكويفالنت 1 على ار ايكويفالنت 2. تعال بس نجيب ار ايكويفالنت 1. البطاريه هنا مستر، هدخل عندي طريق ال6 على طول واطلع، يا اما الطريق الكبير. طريق ال6 يبقى 6 بارالل ليه اهو، 6 اهي هرميها كده واعرف بقى هي بارالل لايه بعد كده. 9 اجباري، بعد كده 6 او الاثنين دول ان سيريس، يبقى 6 و6. 6 و6 مع بعض، 6 و6 مع بعض يا مستر يبقى 3. 3 و9 قال لي 12. اوبا، انا طلعت ار ايكويفالنت 1 4 او. حلو، يلا بينا. ار ايكويفالنت 2، تروح بقى حضرتك وتتسرع وما تحسبش ار ايكويفالنت 2. تعالى تعالى بص الخازوق وتقول لي 4 اوفر 3. البس يابا الخازوق، البس. وانت ايش ضمنك؟ ايش ضمنك؟ ماشي يا مستر خلاص، هسكت مش 4 اوفر 3. اصل انا مستر لقيت دي طلعت 4 فهي 4 اوفر حاجه. اسكت، مش عايز اسمعك، اسكت. الار ايكويفالنت 2 في الحاله الثانيه اكس وزد، ادي البطاريه. اصل انا عارف عقلك الباطل اللي هيقول لك بقول لك استسهل السؤال، وما دام دي طلعت يبقى 4 اوفر 3. بلاش تسمع له، احسبهم وامشي. احسبهم وقول السؤال ده غور. ماشي يلا بينا. بص بقى، انت عندك اوبشن انك تمشي في ال9 اوم او الطريق الطويل. يعني انا مستر عندي 9 اوم بارالل لي اللي جاي. طيب 9 اوم يا مستر بارالل لكل ده. 6 ماشي بلس 6 بارالل ل 6 برضه. 6 بلس سوري 6 بارالل مع 6 اوم قال لي يطلع لي 3. 3 و6 9، يبقى 9 بارالل مع 9 يطلع لي 4.5 اوم. البس الخازوق، البس الخازوق والله. اعمل 4 ديفايدد 4 4.5 تطلع لك 8 اوفر 9 يا مغفل يا اللي اخترتها دي. ماشي، طلعت سي الحمد لله. 18. الله الله، يلا نشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لك the total equivalent resistance equals واحده واحده، مش بالنظر، هي بالعقل كده. هتطلع من الباتري هنا يبقى ال1 دي مالها سيريس. عندي طريق فوق اهو وطريق اللي فوقيه. اللي فوقيه ده اجمعهم على بعض، يلا 12 اوم. 12 و12 يا باشا يبقى عندك 6 بعديهم. بعدها 3 او بس خلصت. شفت السؤال بقى سهل ازاي؟ اتقلب سهل والله. 1 و6 و3 قال لي يطلع لك 10 او. اللي بعده يطلع لك 10 او 90. يلا يا باشا. الله الله بقى، بص السؤال ده كان سكند سيشن. هو بص اسئله الدور الثاني بيتارجتها، بيبقى عايز يلبسك الخازوق ايه، مش عايزك تطلع غير وانت مذاكر. اللي لا قدر الله بيدخل دور تاني بيبقى عايز يلبسه. عشان ايه بقى؟ اللي هو ايه، انت داخل دور تاني فانت ما كنتش بتذاكر في الدور الاول. ماشي، تعالى بقى، تعالى. بيقول لك انهي اجابه تنفع تبقى ال possible value of the total resistance of the circuit. يعني انهي فاليو من دول تنفع تبقى الار توتال. طيب مستر بص، هو قال لي ال 20 سيريس مع الاثنين دول بارل، يعني هي 20 بلس حاجه. وقال لي معلومه مهمه قوي، دي مش ديد. معنى ان الانتنستي بزيرو يبقى اكتبها كده مثلا لنفسك، الانتنستي قصدي نوت ايكوال زيرو، يبقى تقول له نوت ديد، البرانش ده مش ديد. لان لو ديد هتشيل كده، هتقول لي 20 و20 40 وتروح تختار اجابه دي. ودي اول اجابه كانت غلط. ليه؟ لان هي 20 بلس حاجه، بس حاجتين بارالل لبعض. والحاجتين البارالل لبعض دول ما دام 20 وحاجه اكيد هيطلع اصغر من 20. لان احنا اتفقنا في حاله البارالل بتطلع اصغر من اصغر واحده. تمام؟ طيب ايه تاني؟ 19 غلط و15 غلط. ليه؟ لان احنا بنقول 20 زائد حاجه، هي الوحيده اللي تنفع 25. ودي كانت الاجابه بتاعتنا بي من غير ما نكمل، لان احنا ما عندناش اي جيفن عندها. افرض بقى الار برقم وجرب بقى. question 20 a uniform wire with resistance كده ماشي was cut into equal length، قطعوا للينثز قد بعض.
ماشي. and connected in parallel. أو يعني دي لو ار دي ار برضو ودي برضو ار. بيقول لك التوتال ريزيستنس كان 1.2 اوم والنمبر اوف بيسز اللي هو كات انتو بيقول لك الواحده كانت بكام؟ ب 120 اوم. تقول لي يا مستر كنا بنقول في حاله الباراليل الار داش هي واحده على عددهم. الار داش بكام؟ مستر طلعت كام؟ 1.2. الار 120. الان اهي مش معايا، هو عايز الان اصلا، الان تطلع لك 10 يا باشا. وكان سؤال في اللذيذ منه يطلع لك الاجابه بي. اللي بعده 21. Two electric resistors one of them الله first session 2022. Two electric resistors one of them is 3 times the second يعني R1 equals 3 R2. طيب when connected in parallel ده equivalent resistance كنت حاطط R1 مع R2 parallel. الار داش بتاعتهم طلعت بكام؟ قال لي مستر الار داش طلعت ب 3 اوم. لما هيبقوا كونكتد ان سيريز لو ما كملتش والله العظيم وانت بتحسب الاجابات هتطلع غلط. تعال قال لك تشيل ار1 وتحط مكانها ايه؟ 3 ار2. فكانك بتقول لي 3 ار2 بارلل مع ار2 يبقى 3 ار2 تايمز ار2 على 3 ار2 بلس ار2. يلا كل ده هيطلع لي كام يا مستر؟ 3 اوم. الجزء اللي فوق يطلع لك 3 ار2 سكويرد، الجزء اللي تحت يطلع لك 4 ار2. في قوانين الماس الباور 2 هتروح مع الار 2 ويتبقى لك 3، يطلع لك ان ار 2 بكام؟ ب 4 اوم. يلا مستر فين 4 اوم اهي. غبي والله غبي ما تتسرعش مستر. طب خلاص يبقى انت عايز ار 1 هتبقى 4 تايمز ار 1 3 في ار 2 يعني 12 اوم. اروح اهي فين اهي ايه وتطلع بقى انت هلا وتطلع بقى الامتحان. بص تطلع من الامتحان تمسك زمايلك انتوا اغبياء، هي تطلع 12 اوم. ليه؟ انا حسبتها طلعت لي 12 اوم. مين قال لك ان هي 12 اوم؟ ما انت عشان ما كملتش السؤال للاخر وتطلع وتقول انا مقفل فيزياء وتلاقي نفسك جايب 30 من 60 عادي جدا. هو انت جايب 30 من 60 ليه؟ عشان ما ركزتش كملتش للاخر. قال لك ايه؟ ان سيريس يعني حط الاثنين دول ان سيريس يعني 12 مع 4. 12 مع 4 حبيب قلبي لما يبقوا ان سيريس الخطوه الاخيره هتطلع 16 اوم. اجابتي اجابه بي. وحاطط لك بص حاطط لك كل الاجابات الممكنه. طيب 22. السؤال ده تحفه والله تحفه، ركز معايا. هو في هو في تركه واحده عرفت تحلها حليت السؤال. The figure shows two identical cylinders. ماشي كوندكتور connected كده ماشي at their midpoints. بص بقى يعني هما الاتنين دول استنى بيتاتش عند الميد بوينت. يعني الميد بوينت بتاعت ده اللي فوق اهي، فلو ده كله ار تبقى دي نص ار ودي نص ار. وده لو كله ار هو اللي قالك على فكره ان هو بيبقى كله ار، كل السلك ار ماشي. فتقولي لو هقسمهم بالنص عشان عند الميد بوينت نص ار ونص ار. ماذا بعد؟ روح هات الار داش. الموضوع مش صعب والله، هو كان محتاج ان انت تاخد بالك بس. قال لي الار داش يا مستر نص ار ماشي ان سيريس مع 2 بارلل. الاثنين بارلل هما نص ار ونص ار، كل دول ان سيريس مع نص ار. نص ار بارلل مع دول احسبهم بالكالكوليتر اعمل 0.5 بلس 0.5 تايمز 0.5 على 0 بلس 0.5 قدام يبقى 1 وربع يبقى 1.25 ار. وتبقى اجابتك اجابه ايه. تمام. ايه اللي بعده question 23. يلا
الكويشن اللي بعد كده معانا وهو كويشن 23. كويشن برضو فكرته حلوه قوي، معتمده ان انت واحده واحده مع السؤال. بيقول لك لو انت الميتاليك واير اللي هو فيجر 1 ده الريزيستنس بتاعته 18 اوم، التوتال ريزيستنس بتاع اللي قدامك. طيب انا هقول لك حاجه، انت معاك سلك 6 متر كله على بعضه 18 اوم، طب ما تجيب المتر الواحد وتشتغل، يلا بينا. هتقول يا مستر هقسم ال 18 على 6 يبقى ال الواحد فيه 18 ديفايدد 6 طبعا يطلع لك 3 اوم. يبقى تقول لي ايه بقى يا مستر؟ تقول لي بص ده متر واحد يبقى 3 اوم، ده 2 متر يبقى 6 اوم، ده 3 متر يبقى تعمل 3 تايمز 3 يطلع لك 9 اوم. تقول لي 9 اوم ان بلس 2 طبعا عشان 6 و 3 بارالل مع بعض يطلع لك 11. على فكره الاسئله مش صعبه، بس هي محتاجه ان انت بس تصحصح مخك، افكارها جديده اول مره اشوفها عادي. 24 السؤال ده برضو حلو قوي 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 قوي. بيقول لك انا عايز اعلى انتنستي، اعلى انتنستي بتقول لي اقل ريزيستنس يا مستر. والله السؤال ده معتمد على الفهم فقط لا غير. تعالى current intensity وفولتج، تقول لي اي على في يا مستر ده السلوب، يبقى السلوب بتاعي هيبقى عباره عن ايه؟ ار ولا 1 اوفر ار؟ 1 اوفر ار، برافو عليك. لو قلت ار غلط طبعا، يبقى اللي عنده اكبر سلوب عنده اقل ريزيستنس. حلو، يعني ار ام اصغر من ار ام اصغر من ار ال اصغر من ار كي. حلو، انت عايز اعلى انتنس يعني اقل ريزيستنس، يعني اكيد فكر فيها، الريزيستنس الكبيره دي مش هتحطها هنا. يعني لو الريزيستنس الكبيره دي ب 20 اوم تحطها 20 اوم بلس حاجه، ولا تحط هنا اصغر ريزيستنس بعد كده الاثنين دول باراليل بقى مش فارقه؟ قال لي مستر هحط اكبر ريزيستنس سوري اصغر ريزيستنس في 3 فتبقى دي 3، وبعدين دي 2 1 او 1 و 2 مش فارقه هم باراليل، فانت عايز ام تبقى 3. قال لك مفيش غير اجابه ايه، لان هي مش هينفع يحط لك ان ام 3 في اكتر من، يعني ما ينفعش يقول لك مثلا هنا كي وال يحط لك اجابه ثانيه ال وكي غلط، يبقوا الاجابتين صح. هي الفكره كلها انك تاخد بالك ام اصغر ريزيستنس يبقى ما ينفعش احطها في 3 سوري يبقى لازم احطها في 3، اكبر ريزيستنس دي لازم احطها في 1 و 2 1 او 2 يعني. تمام. طيب اللي بعده question 25 بيقول لك in the opposite electric circuit the equivalent resistance between the 2 points A و B. مستار مش عارف احدد مين سيريس ومين بارلل، حبيب قلبي نعمل ايه؟ نعمل ريشيبنج. التو بوينتس اللي ما بينهمش ريزيستنس بنسميهم نفس البوينت اهي، دي لو ايه يبقى دي ايه، يبقى دي ايه يا مستر. دي بقى لا دي بوينت جديده قال لي سميها سي. طيب تعالى البوينت دي، هي دي كده كده الخروج عند بي، هتبقى دي بي شبهها عشان سلك سالك وسلك سالك فوق يبقى دي بي. خلصت، يلا بينا هنرسم الدخول عند A والخروج عند B وفي النص C. تعالى نبتديها كده، يلا A و C 6 2 O. طب مستر انا بدأت باللي تحت، ماشي ابتدي بيه واشطبها مش هتفرق. C و A 2 اوم هي برضه، يعني A و C هي C و A 2 O. ماشي ايه تاني؟ C و B 1 O. A و B 6 O. A و B 6 O. ماشي تمام. A و B 6 اوم تانية و A و B 6 اوم تانية، يعني انت عندك 6 اوم كمان و 6 اوم كمان. خلصت يا مستر؟ عايز اتاكد عدهم، دول ادي 3 4 5 6، عدهم كده 2 3 4 5 6 مظبوطين. طيب 2 باراليل مع بعض، تعالى كده نبدا نشتغل. 2 باراليل مع بعض يديك الجزء ده 1 1 يطلع لك 2، يبقى انت عندك 2 او. في مشاكل؟ لا يا مستر سهل، ما عملناش حاجه مستحيل. 6 و6 و6 يبقى 6 ديفايدد 3 تبقى 2 اوم برضه، 2 اوم باراليل مع 2 اوم يطلع لك 1 اوم وتبقى اجابتك اجابه ايه. اللي بعده
26. السؤال ده بقى تحفة التحف. ممكن تعمل عليها ستار كده، وهعملها لك حتى باللون الأحمر عشان بجد السؤال ده حلو قوي قوي قوي. when the switch is closed الأميتر. تعالى نعمل كيس 1 اللي هو السويتش مفتوح، وتعالى نعمل كيس 2 والسويتش مقفول. طيب كيس 1 بص، عندي قرايه بعد الفي بي، يعني لو هرسم الفي بي كده، ثانيه واحده مستر، عندي اهو الفي بي وبعد كده قرايه، وبعدين مستر الكي كان مفتوح، يعني انا عندي الاوبشن ده او الاوبشن ده، دي ديد عشان الانترنسي مش هتكمل. طيب الاوبشن ده بكام؟ ب 2 ار باراليل مع ار. قال لي يا مستر هتبقى ار وار باراليل مع برانش تاني اللي هو ار اللي كمان فيه الاميتر. حلو، الاميتر كده بيقيس اي توتال ولا اي برانش؟ قال لي ادي الاي اهي طالعه واحده واحده واحده. لا مستر ده اي برانش، دي اي 1 ودي اي 2. طيب بالنسبه لكيس 2 بقى، يلا نرسمها ونشوف ايه اللي حصل الفرق. بص يا مستر، كيس 2 عندي نفس البطاريه والريزيستنس مش هتختلف. التركه كلها فين يا مستر؟ هقول لك. بقى عندك هتدخل هنا، قفلت الكي ها، هتدخل هنا يا باشا تمشي كده في 2 ار باراليل مع ار. لا 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 مش هتنفع كده، ركز معايا. انت مش دي الستارت والستارت بتاعت دي، فالاتنين هيبقوا الاند بتاعهم فين؟ اهي هنا، وادي دي. يبقى الاتنين دول مالهم؟ قال لي مستر باراليل لبعض. يبقى عندك قرايه باراليل مع قرايه تانية. طيب وبعدين مستر الاتنين دول هيتجمعوا. بص بص ركز معايا تاني واحده واحده. انا قفلت الكي، فمادام قفلت الكي هقف هنا. الستارت بوينت بتاعت الريزيستنس دي والريزيستنس دي، قال يا مستر الستارت بوينت بتاعت الريزيستنس دي اهي، والستارت بوينت بتاعت الريزيستنس دي برضو هي، والاند بوينت بتاعت الاتنين واحده. وبعدين هدخل في قرايه اجباري اهي. يا اما يا مستر اسيبني من الاتنين دول وادخل في القرايه بتاعت الاميتر. تمام، سؤال حلو قوي 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 قوي، خلي بالك. ركز بقى معايا. بالنسبه للار توتال انت عملت ايه؟ زودت واحده ان برانش، يعني هي كانت 2 ار بقت 1.5 ار، صح؟ يبقى الار توتال حصل لها ايه؟ قال يا مستر الار توتال قلت. يبقى الاي توتال قال يا مستر زادت. يلا يلا هروح اختارها. لا لا، الاميتر ده بيقيس اي توتال ولا اي برانش؟ قال لي دي هتبقى اي 1 ودي اي 2 برضه. ركز بقى معايا قوي. اي 1 هو البرانش ده الريزيستنس بتاعته حصل لها ايه؟ قلت يا مستر، فالانتنستي اللي ماشيه فيه تزيد، يبقى الانتنستي التانية عكسها هتقل. تبقى اجابتك اجابه سي. سؤال تحفه، لو عايز تعيده عيده تاني. 27. The opposite figure shows a part of an electric circuit when the switch S1 is closed. لما S1 بس اللي closed و S2 كان opened the equivalent resistance ب 2 ohm. لما S1 كان closed و S2 opened، حبيب قلبي انت كده مالك باراليل لسلك سالك، تمشي هنا ولا هنا؟ قال يا مستر يبقى الاتنين دول نهايتهم بقى، ركز ركز واحده واحده. اهو دخلت هنا ماشي، بعد كده 6 يا اما الار واي، الاثنين دول هيكملوا؟ لا. يبقى انت الباث الوحيد اللي هينفع عندك ايه؟ لما تقفل اس 1 اهو، مفيش باث تاني ينفع. طلعت لك الار توتال ساعتها ب 2 اوم، تقول لي يا مستر ده دي طلعت الار اكس لان هي الوحيده اللي هتبقى في السيركت ساعه ما اقفل اس 1 واسيب اس 2 مفتوح. بيقول لك بقى لما قفلت اس 1 واس 2 الريزيستنس بقت 1 اوم، عايز ار اكس على ار واي. لما قفلت اس 1 واس 2
انت خلاص جبت لي ان الار اكس بكام؟ ب 2 اوم يا مستر. يبقى تقول لي بص ار واي، تعالى بقى نعملها ايه بوينتنج. ادي ايه، ادي ايه، ايه هنا طبعا ايه، بي، بي، بي. فتقول لي بص يا مستر واحده واحده. عندي اول حاجه A و B ار واي، A و B برضو 6 او، و A و B برضو 2 او. ده انا عايزه يطلع لي كام؟ 1. عشان يطلع لك 1 هتلاقي ان الار واي بكام؟ الار واي ب 3 او. تمام تمام ماشي. احسبه، لازم التوتال بتاع دول يطلع لك 1. فانت بتقول لي بقى ار اكس اللي احنا جبناها ب 2 على الار واي. الار واي اكتشفناها ب 3، فتطلع لك الاجابه 2 اوفر 3، وتبقى اجابتك اجابه سي. ممكن يلعب معاك لعبه وحشه يقول لك ار واي اوفر ار اكس، فطبعا تختار بي لو كان قال كده يعني. 28. The opposite figure shows a part of an electric circuit if the equivalent resistance between X to Y when the switch is opened is R1 when the switch is closed كده. عايز R1 على R2. طيب واحدة واحدة يا مستر. في حالة R1 قال لك لما كان السويتش opened، فكك منه، كان السويتش ده مش موجود، عندك كام طريق؟ واحد. فين النهاية يا مستر بتاعتي؟ هناك. يبقى واحد أو اتنين بس كده. ده لما كان السويتش اوبن. يبقى 3 ار باراليل مع ار. دي تطلع لك كام؟ 3 على 4 ما اظن يعني 3 على 4 ار. فيطلع لك 3 على 4. السبوره زعلت مننا. 3 على 4 ار. حلو حلو. ده حالة R1. طيب في حالة R2 بقى. R2 انت عملت ايه؟ قفلت السويتش. معنى ان انت قفلت السويتش بقى ايه الاوبشنز اللي قدامك؟ هتمشي في السلك السالك وملكش بدعوة بدول خالص. الاتنين دد. عندك يا اما تمشي في الار يا اما في السلك السالك والار. صح؟ صح. فالاتنين هيأدوا الى نفس الحاجة. يعني هتقول لي هنا ايه فهنا برضو ايه، وهنا بي وبي، يبقى ار وار باراليل مع بعض، يبقى ار 2 تطلع لك ار اوفر 2. تعمل لي 3 اوفر 4 divided 0.5 يطلع لك 3 اوفر 2. اجابتك اجابه سي. سؤال فكرته حلوه. تعال نشوف اللي بعده. The opposite figure shows a part of an electric circuit. بص المنظر اللي قدامي ده، والله انا لو اول مره واحد في ثانويه عامه شفت المنظر البشع ده مش هكمل السؤال اصلا. بلاها مستر. بيقول لك لما كان السويتش اوبند ب 6 اوم. تعالى مستر نحاول. الايه دخلت في ال2 اجباري، ما عنديش اوبشن تاني، يبقى 2 ان سيريس مع كل اللي جاي. بيقول لك لما ده كان اوبند يعني البرانش ده ملوش لازمه كده اهو، اعمل عليه اكس، اعمل اي حاجه. يبقى 12 او ار باراليل مع بعض وطلعت. يبقى انا عندي 12 وار. الجزء ده الار توتال كانت بتاعته كام؟ 6. يعني شيل منه 2. يعني عايز الجزء ده يطلع لي 4. لو عايز ده يطلع لك 4 يبقى الار بكام؟ انا مستر يبقى الار ب 6. ده اللي استفدته من كيس 1. كيس 2 بقى انا عملت كلوزنج للسويتش. طبعا مستر كلوزنج للسويتش يبقى 2 بلس الاتنين دول باراليل لبعض يطلعوا لك 4 اوم. 4 اوم باراليل مع 6. تقول لي مستر 2 بلس 6 تايمز 4 على 6 بلس 4 يطلع لك 4.4 اوم. يبقى تاني لما قفلته بقى عندي 2 اجباري، بعد كده البرانش ده باراليل لكل ده فبقت 4.4. الشكل المسألة يخض بس طلع والله عبيط. 30. تحفة 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 تحفة. 30. In the opposite circuit when the switch is closed the reading of voltmeter decreases to half. طيب تعالى الأول نجيب لما كان opened، بعد كده نبدأ ناخد اللي هو بيقوله ده.
لما كان اوبند يا مستر الفولتميتر هيقرا ايه؟ بص كده، اوبا دي اوبن سيركت، يبقى الفولتميتر يا باشا بيقيس ايه؟ مستر الفولتميتر قد الفي بي بالظبط، بيقيس البطاريه. طب لما كان كلوزد قال لك الفولتميتر قرايته قلت النص، ده معناها ايه؟ ان الفولتميتر كان بيقيس في بي في الاول، في الحاله الثانيه قرايته قلت النص، يبقى نص في بي. ما جبتش حاجه من عندي والله. طيب بيقول لك بقى والانتنستي ساعتها كانت 10 اوفر 3 باس ثرو ال 6 اوم. يلا الخازوق بقى 10 اوفر 3 امبير. طيب then قبل ما نكمل تعال نكمل بقى المساله واحده واحده، تريسنج واحده واحده. يبقى ده الجيفن كله اللي بالازرق بقى اللي احنا هنستنتجه. مستر مش دول باراليل، يبقى الفولت بتاع الجزء ده قد الفولت بتاع الجزء ده. يلا هتقول لي مستر 10 اوفر 3 تايمز 6 طلع لي 20 فولت، يبقى الجزء ده الفولت بتاعه كام؟ 20 فولت، والجزء اللي فوق 20 فولت. هات لي الانتنستي اللي ماشيه هنا. قال لي 20 ديفايدد 12 يطلع لك 5 اوفر 3. ماذا بعد؟ اجمع ده مع ده عشان تجيب الاي توتال، تطلع لك 5 امبير. ماشي، ماذا بعد يا مستر؟ ماذا بعد؟ ده احنا كده خلصنا. ازاي يا مستر خلصنا؟ واحده واحده، تعال نشوف خلصنا ازاي. احنا معانا الفولتميتر بيقرا نص في بي، وكنا قلنا حاجه جميله، ممكن يقرا فولت بقيه السيركت صح، ما عدا اللي تحت رجله، صح كده؟ يا مستر قلنا ان هو ممكن يقرا فولت بقيه السيركت ما عدا اللي تحت رجله. فولت بقيه السيركت بكام؟ الجزء ده. يعني معناها يا مستر ان الفولتميتر بيقرا 20 فولت؟ والله العظيم ما بيقراش اللي تحت رجله اللي هما الاثنين دول. بيقرا كل اللي في السيركت. طيب استفدت ايه؟ في الحاله الثانيه هو بيقرا نص في بي، يبقى تقول لي ديرف فور في بي بكام؟ تقول لي 20 ايكوالز نص، يبقى في بي، يبقى الفي بي تطلع لك 40 فولت. يبقى اجابتي يا بي يا دي. ماذا بعد؟ تقول يا مستر ما هي الفي بي دي بقى ايكوالز التوتال انتنستي في الار ايكويفالنت. 12 و6 يا مستر اشتغلناها كتير قوي، تطلع لي 4 بلس ار، يطلع لك therefore الار ب 4 او، وتبقى اجابتك اجابه بي. جميل قوي السؤال ده، لو عايز تعيده عيده واحده واحده وشوفه تاني. الكويستشن اللي بعد كده question 31، كويستشن برضو عالي عالي عالي. بص بيقول لك ايه؟ the equivalent resistance between the two points A و B. انا طلعت من A عندي الطريق اللي تحت والطريق اللي فوق، ف 6 و 3 يطلع لك 2 اوم. بعد كده اتجمعت هنا والاتنين دول يعتبروا نفس البوينت، بقى عندي يمشي في الاميتر يمشي في ال 5 اوم. قلنا الحالة المختلفة عندي لما الاميتر يبقى in parallel لريزيستنس، الريزيستنس دي بتبقى ديد، فساعتها الار توتال بتاعتي كام بس؟ 2 اوم، وتبقى اجابتي اجابة دي. سؤال فكرته تحفة تحفة تحفة. 32 ندخل على سؤال 32 برضو، يلا بينا. سؤال 32 يبان ضخم بس والله شكله بسكوتايه، بس هو هيعورك. المفروض الميزان بالعكس اصلا، مش عارف ايه اللي انا بقوله ده بس تمام. البرد يا جماعه، البرد وعمايله انتوا عارفين الواحد كده يعني. ماشي، سويتش اوبند قال لك الانتنسيتي كانت ب 1.5 امبير، يبقى انا لما كنت اوبند الانتنسيتي كانت ب 1.5 امبير. لما السويتش كلوزد الانتنسيتي بقت كده. الفي بي كام؟ حبيب قلبي الفي بي نجيبها في الحاله الاولانيه. يلا الفي بي دي اتفقنا اول لما نلاقيها ويبقى عندنا حاجه تو كيسز لازم دماغي يبقى في مفتاح من المفاتيح اللي معايا ان الفي بي مالها ثابته، الا لو هو قال لك انا غيرت الباتري غيرت السيركت ماشي، انما غير كده الفي بي دايما ثابته، هي نفس الباتري. فالفي بي في الحاله الاولانيه هتقول لي اي يعني 1.5 في الار توتال. الار توتال بقى 36 مع 18 مالهم؟ قال لي مستر باراليل. عايز تعمله مع الكالكوليتر يبقى 36 تايمز 18 على 36 بلس 18، طبعا هيطلع لك 12 بلس ار. حلو كده. طيب حالة كلوزد تعالى نقرا واحدة واحدة. والله يا مستر حالة كلوزد بيقول لي it becomes كده then the value of resistance، يعني الانتنسيتي بقت 3.75. الار توتال بقى والنبي يلا البس الخازوق البس الخازوق البس الخازوق. هو ده لما يبقى كلوزد
ده ماله وده ماله، ديد وديد، يبقى التوتال ريزيستنس اللي عندك ار فقط. تروح تقول لي ما الفي بي ثابته، يبقى الايكويشن الاولانيه ايكوالز الايكويشن الثانيه وتعملها على الكالكوليتر، فتطلع لك الريزيستنس therefore الار يطلع لك ب 8 اوم. تقول لي therefore عايز الفي بي كمان يا مستر، عوض في اي واحده فيهم ب 8 اوم. فتعمل لي مثلا عوض في دي، لو عوضت في اللي فوق على فكره برضو صح عشان بس تبقى فاهم يعني، تطلع لك 30 فولت، يبقى الفي بي 30 فولت والريزيستنس ب 8 اوم. الريزيستنس ب 8 اوم، الفي بي ب 30 فولت، يبقى اجابتي اجابه دي. اللي بعده، خش على اللي بعده 33. In the opposite circuit, in the opposite electric circuit, the equivalent resistance ما بين ال 2 points x و y. طيب تعالى مستر، انا مش عارف مين باراليل لمين، يلا بسم الله. x دي هتبقى x، دي هل في اسلاك سلكة او حاجة؟ لا، سميها z. دي هتبقى y، ودي y، ودي y. خدت بالك الريزيستنس ما بين نفس البوينت y تبقى مالها ديد. يلا واحدة واحدة. قال لي الدخول عند x، الخروج عند y، في النص z. x و z 2 اوم، يبقى احط هنا 2 اوم. x و z 2 اوم تاني اها. x و y 6 اوم، x و y 6 اوم. ها ايه تاني؟ z و y 3 اوم، z و y 3 اوم اها. انا ما بخترعش حاجه، انا بطبق اللي عندي. اتفقنا ان دي ديد z و y 6 اوم، يبقى انا عندي كمان واحده 6 اوم. يلا نحل. بص بقت مساله عبيطه اهي. تقول لي بص يا مستر، يلا 2 باراليل مع 2 يبقى الجزء ده ب 1 اوم. 6 باراليل مع 3 2 اوم. 2 اوم و 1 اوم 3 اوم. 3 اوم باراليل مع 6 يبقى الار داش بتاعتك 6 و 3 باراليل لبعض 2 اوم. اجابتي اجابه سي. اللي بعده 34. In the opposite electric circuit when the switch is closed the equivalent resistance of the circuit is halved. طيب واحده واحده. انا بيقول لك R2 داش لما قفلت السويتش ده في حاله اهو اكتبها كلوزد، الار توتال قلت نص، طبعا الار 1 اللي هي في حاله الاوبن. بس خلصت بجد والله. روح هات كده الار 2 مستر. ار 2 تعال نجيب الار 1 اسهل الاول معلش. ار 1 هتقول لي بص يا مستر ال 15 وال 10 مالهم؟ الاثنين بارل، لان البرانش اللي فوق ده كله ايه ديد ملوش لازمه. 15 و 10 بارل ان سيريس مع 3. 15 و 10 16. اتاكد برضو 6 سوري انا اسف 6. يبقى هاف في 6 ان سيريس مع 3 ان سيريس مع ار يبقى 9 بلس ار. ده في حاله الاوبن. في حاله الكلوزد بقى لا مستر انا كده ما اقدرش احدد، فواحده واحده بقى. A A A A C طبعا ده بقى closed. B B B. الدخول عند A والخروج عند B وفي النص في بينهم C. A و C 10 اوم. A و C 15 اوم. A و B 4.5 اوم. C و B 3 اوم اها. فاضل لي ايه؟ الار. المفروض ان انا هخلص الكعبله دي وادخل في الار اجباري، يبقى الار ان سيريس بعدها. مالكش دعوه بدي ارسمها من جوه مثلا عشان تعرف. طيب يلا واحده واحده. 15 و 10 يا مستر طلعناها ب 6. 6 و 3 9. 9 مع 4.5 يطلع لك 3 بلس ار.
طيب تعمل بقى الكلام ده على الكالكوليتر. 3 بلس اكس الفا ايكوال 0.5 افتح براكت 9 بلس اكس الفا ايكوال شيفت سولف سوري يطلع لك الريزيستنس الواحده بكام؟ ب 3 اوم. فتقول لي انا عايز الفاليو اوف ار تبقى 3 اوم. اتاكدت من اللي هو عايزه لان هو ممكن يبقى طالب الار توتال في الحاله الاولانيه مثلا، ده تغيير السؤال. طيب 35 الله 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 35 يلا ركز معايا. if the filament of X burns out X اتحرقت يعني شلت دي. في الأول كان عندك إيه؟ R بلس دي باراليل مع دي، يعني في الأول كان عندك 1.5 R، بقيت كام؟ شلت دي بقيت R مع R 2R. قال لك فالانتنستي توتال ساعتها قلت ليه؟ عشان الار توتال زادت. طيب مين بيقيس الانتنستي توتال؟ قال لي يا مستر اللي بيقيس الانتنستي توتال A1 بس. A1 يبقى مستر A1 هيقل، يبقى دي صح ودي صح ودي صح. هستبعد C، خلينا نستبعد يمكن نكسب حاجة. طيب بالنسبة ل A2 مستر واحدة في الأول مستر الاي توتال كانت في الأول في الأول بتتقسم، دلوقتي بقت بتدخل لده كاملة، يبقى ساعتها ايه اللي حصل؟ قال لي increases. بص بقى بص فتقول لي ساعتها increases. اجابتك اجابه ايه؟ تمام كده. يبقى انا في الاول كنت A2 ده بيقرا برانش بقى بيقرا اي توتال، فساعتها increases. طيب 36 عايز تفرضها بالارقام، افرضها بالارقام برضو صح. 36 بيقول لحضرتك انهي واحده ما فيهاش الكتريك كارنت، يعني من الاخر الار اللي انت هتختارها دي ديد. طب تعالى ده بيطبق اللي احنا لسه قايلينه. تعالى سمينا دي اكس يا مستر، واي ليه كل دي اسلاك سالكه؟ زد اللي ما بين البوينت ونفسها مالها ديد، يبقى 20 اوم بس، وتبقى اجابتك اجابه دي. خلصت من الاخر. كان عايزك تعمل ريشيبنج وتشوف مين اللي ما بين البوينت ونفسها. الفكره دي يا جماعه اتهرسنا منها سواء في الشرح او الهومورك او الشوامل او الريكابس او اي حاجه. قلت لك لما يبقى مديك 3 ريزيستنس ومش عارف انت هم كونكتد ازاي بتعمل ايه؟ بتجيب 3 حاجات، هو بيبقى مديك حاجتين انت بتروح تجيب التالت. الفولت بتاعهم 120 72 48 120 72 48. تقول لي therefore بقى يلا نجيب الانتنستي في كل واحده. 120 على 240 طبعا نص، نص 0.5 امبير. ماشي اللي بعدها 72 على 96 يطلع لك 3/4. ايه تاني؟ 48 على 64 يطلع لك 3/4. معنى ان الانتنستي في الاتنين دول ثابته، يبقى مالهم ان سيريس يا مستر. يبقى انا عندي 96 و 64 سيريس، 96 و 64 طبعا اوم واوم. بالنسبه بقى لدي مستر هي الانتنسي ب 0.5، انا ما اقدرش احدد، اقدر بقى احدد من الفولت. اجمع لي الاثنين فولتس دول. ده الاثنين فولت بلس بعض طلعوا لك 120، يبقى ده معناها ان هي ان باراليل ليهم، عشان احنا اتفقنا الفولت في حاله الباراليل ثابت 240 اوم. الفولت في حاله الباراليل ثابت والانتنسيتي في حاله السيريس هي اللي ثابته. فساعتها تحسب الكلام ده، اعمل يطلع لك 240 times 160 على 240 plus 160 يطلع لك 96 اوم، وتبقى اجابتك اجابه سي. عايز الار داش بسي. ما كنتش فاهم الفكره، ادخل على اللي بعدها، او ما جمعتهاش من اول ما قريتها وفهمتها دلوقتي، ادخل على اللي بعدها وحلها، هتبقى بنفس الكونسبت. بس اللي بعدها بقى هو مديك الانتنستيز. بيقول لك ايه؟ بيقول لك الانتنستيز عندك 0.75 0.5 0.25. على فكره انا عندي تصور هم هيبقوا عاملين ازاي، بس لازم اتاكد الاول. 30 اوم 45 اوم 90 اوم.
ماذا بعد الانتنستي 0.75 0.5 0.25 0.75 امبير 0.5 0.25. ممكن يا مستر اقول ان الاثنين دول ان سيريس بارالل مع ده؟ وارد. تعال نتاكد بالفولت. قال لي الفولت بعمل اي في ار 0.75 تايمز 30، قال لك تطلع لك 22.5 فولت. 0.5 تايمز 45 قال لك تطلع لك 22.5 فولت. اللي بعدها قال لك تطلع لك 22.5 فولت. طيب ده معناته ايه بقى؟ معناه ان في اتنين ان بارالل واحده سيريس. طيب اتنين ان بارالل هيبقوا مين ومين؟ ده وده. طيب ليه قلت كده يا مستر؟ عشان الانتنستي توتال بتاعتهم هتدخل في اللي بعدها. قال لي 30 دي اللي هتبقى لوحدها هنا عشان الانتنستيز بتاعت الاتنين دول يتجمعوا. فساعتها 90 و 45 يطلع لك 30 و 30 يطلع لك الار داش ب 60 اوم. فكره السؤال ده يعني كده اشتغلناها كتير جدا السنه دي. سي اللي بعده a uniform wire is reshaped into a square. ماشي. A B C D with each side length resistance كده if one terminal of the battery. طيب عندي square كل side length ب R. هتسميه A B C D. طب سميته A B C D نفس الكونسبت. طيب so where can we connect the other terminal to get the lowest current؟ اقل current يبقى اعلى resistance. مستر لسه واخدينها سوا. اعلى resistance هتطلع لي في حاله ايه؟ ان انا connected diagonal. هو بيقول لك هتكونكت مين مع مين؟ لو انا عند A هكونكت A مع D هيطلع لي اقل current؟ لا. هتكونكت A مع B؟ لا. هتكونكت A مع C؟ يا مستر هتحط البطاريه ما بين A و C فعلا هتبقى اجابتك اجابه سي. ولو ما جمعتنيش قوي ارجع للسؤال التاني اللي حليناه وهتفهم قصدي. طيب 40 السؤال التاني اللي حلناه في الليسن ده يعني. In the opposite electric circuit if the voltmeter reading when the switch is opened is V1 and the voltmeter and when the switch is closed is V2. V1 على V2. تعال نجيب V1 و V2. V1 في الحالة الأولانية قال يا مستر ده تحتيه resistance فهقول intensity total في R. صح؟ صح يا مستر. ده في حالة ان هو ايه؟ opened. انا ممكن اقول لك بس معلومة، الاسئلة اللي من نوعية فولتميتر 1 وفولتميتر 2 هيبقى عندك خازوق. ليه؟ فطبعا في حالة closed هتقول لي مستر V2 هو عبارة عن I في R. بص بقى بص الخازوق. تقول لي يا مستر على بعض يطلع لي 1 over 1 اشوف الاجابة ما الاقيهاش. ما هو خلي بالك انت في الحالة الاولانية كانت الار توتال حاجة وفي الحالة التانية الار توتال بقت حاجة تانية. يعني لو هنحسبهم الار في الحالة الأولانية لما كنا اوبند قال لي ار كأن كده مش موجود يبقى 1.5 ار. في الحالة التانية انت عندك ار والكي بقى بارالل بقوا بارالل لسلك سلك يبقى ار 1. يبقى ما دام الريزيستنس تختلف اكيد الانتنستي توتال هتختلف. يبقى الشكل ده ما ينفعش. ولما تلاقي السؤال في حاجة شبه كده V1 على V2 اعرف ان في مفتاح حل هيساعدك. ايه هو بقى؟ تعال نجيب الانتنستي في الحالة الأولانية. هو الانتنستي عبارة عن ايه يا مستر؟ V over R. فتقول لي VB divided بس احنا الانتنستي توتال يبقى الار توتال. ار توتال في الحالة الأولانية بكام؟ 1.5. خلي بالك دي طريقة الحل. تايمز R. الار راحت مع الار يبقى انت في الحالة الأولانية هتقول لي VB divided 1.5. دي قراية V1. V2 دي انتنستي تانية حالة تانية فتقول يا مستر VB اوفر الار توتال في الحالة التانية طلعت بكام؟ بار. تايمز طبعا الار اللي فوق يبقى الار راحت مع الار فتقول لي هقرا في الحالة التانية في بي فقط. هل في اي مشاكل؟ لا. طيب مستر اجي اعمل دول على بعض 1 على 1.5 ديفايدد 1 يعني كأنك بتاع 1 على 1.5 يعني احسبها كده هتطلع لك 2 على 3.
فتبقى اجابتك اجابه دي. طبعا ديفايد واحد ملهاش لازمه. يبقى احنا الفكره فين؟ شلنا الاي عشان هي هتختلف وعوض عنها في اوفر ار، ملهاش اي حل تاني خلي بالك. فتبقى اجابتك اجابه دي. اللي بعده 41 بيقول لك the opposite figure shows for. طيب مالهم بقى؟ نفس الفكره. عايز ايه؟ عشان يديني equal current. يلا نلعب لعبتنا. يعني عشان يعني ايه هي equal current يا مستر؟ يعني انا لو عندي resistance مثلا 6 و6، فلو 6 و6 اكيد الكرنت هنا هتتقسم بالتساوي. يعني لو 3 امبير هتبقى 1.5 و1.5. هو ده اللي هو عايزه. طيب تعال نجرب كل اجابه. A و B. A و B. بص يا مستر هحط البطاريه بين A و B فبقى عندي 6 بارالل لكل دول. لا، انا لازم الاثنين برانشز يبقى الريزيستنس بتاعهم ثابت عشان ابدا اطلع الانتنستي تتوزع بالتساوي. طيب اللي بعده قال لك A و C. A و C يا مستر الدايجونال. لا الدايجونال احنا قلنا هيدينا اعلى ريزيستنس بس نجرب. 16 و 8 قال يا مستر اجمعهم كده هيطلع لك 24. ماشي. طيب و16 سوري و18 و6 يطلع لك 24. تصدق ان هي طلعت الدايجونال؟ شفت بقى ليه؟ لان انت ساعتها هيبقى عندك فوق 24 بارالل مع 24 يبقى الانتنسي هتتقسم بالتساوي. بي ودي طبعا بي ودي ثانيه يا مستر كده اهو بقت 16 و6 22. قال لي 18 و8 طبعا مش هتطلع هي فتبقى اجابتك سي غلط. دي اخر حاجه. بي وسي طبعا 18 هتبقى بارل مع كل دول فيبقى اجابه دي غلط ودي غلط وتبقى اجابتك اجابه بي. طيب 42 in the opposite figure the resistor that carries the lowest current. هتتخدع لي في الاول وتقول لي يا مستر اقل ريزيستنس يبقى اعلى سوري اقل كارنت يبقى اعلى ريزيستنس فتقول لي ال 60. يلا 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 نلبس الخازوق. 60 دي مين دي مين دي مين دي سي. مبروك عليك لبست احلى خازوق. ليه بقى؟ لان مش هما لو كانوا الثلاثه بارالل بالمنظر ده سوري لو هما الاربعه بارالل كنت قلت لك كلامك مظبوط. يعني 10 30 و60 و40 كنت هقول لك كلامك مظبوط وصح الصح. انما دول هيتقسموا في الاول تقسيمه بعد كده يتجمعوا ويتقسموا تقسيمه تانية. انت ايش ضمنك؟ طيب تعالى مستر بقى واحده واحده نشتغل. عايز تشتغل بقانون الاي برانش ماشي، عايز تشتغل كده برضو ماشي. بص هنشتغلها منتلي بعد كده هشتغلها بالقانون الاي برانش. هتطول معانا شويه بس عشان ابقى ساعدتك. منتلي قال لي مستر الريزيستنس هنا 10 تو 1 سوري 10 تو 30 يعني 1 تو 3 يبقى الريزيستنس يبقى الانتنسيتي بتاعتي 1 امبير مثلا ل 3 امبير لو فرضت ان مثلا دي 4 امبير. ماشي. طيب وبعد كده تجمعوا 4 امبير هنا وبعدين ال 4 امبير اتقسمت 60 تو 40 تعملها على الكالكوليتر. اعمل 60 على 40 تطلع لك 3 اوفر 2 يبقى تقول لي 2 امبير ل طبعا 3 اوفر 2 3 اوفر 2 يعني 2 اوفر 3 الريزيستنس 2 تو 3 الانتنسيتي سوري. فتقول لي الانتنسيتي بتاعتي تبقى الار داش ثانية واحدة ده ماشي. بص بقى فساعتها هتلاقي دي 2.4 دي 2.4 ودي طبعا هتعمل 4 ماينس 4 2.4 تطلع لك 2.6 سوري 1.6. ماشي. طيب يبقى مين اللي عندها اقل كارنت؟ قال لي اقل كارنت هتبقى بي. ده لو انا عايز احلها منتلي كده وفي السريع منه بفرض الارقام. طب مش بفرض الارقام يا مستر طبعا دي غلط. لو مش بفرض الارقام بقى بص تعالى بقى نشتغلها واحده واحده. هتقول لي داخل هنا اي واحنا اتفقنا سوا ان قانون الاي برانش عباره عن سمي لي دي مثلا اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 وتعالى نشتغل. انا عشان كده بقول لك هتطول معانا شويه خلي بالك. طيب اي 1 عايز احسبها مستر قانون الاي برانش كان بيقول لي اي توتال تايمز الار داش بس الار داش بتاعت الجزء ده 10 تايمز 30 على 10 بلس 30. قال لي طلع لي 7.5
ديفايدد البرانش اللي انا عايزه. البرانش اللي انا عايزه يا مستر انا اي 1، يبقى بتكلم على 10. فتطلع لك 7.5 ديفايدد 10 يطلع لك 0.75 امبير. طبعا 0.75 اي سوري 0.75 مش 0.78. فبالتالي اي 2 بقيتها اي 2 هتبقى 0.25 اي. ماشي يلا اي 3 طبق نفس اللي قلناه. هتقول يا مستر الانتنستي توتال الاي عشان هي اتجمعت في الار داش، اعمل الاثنين دول بارالل مع بعض 60 تايمز 40 على 60 بلس 40 يطلع لك 24. فتقول لي 24 ديفايدد ال ريزيستنس اللي انا بتكلم عليها 60. احسب كده 24 ديفايدد 60 يطلع لك 0.4 اي. يتبقى لك الناحيه الثانيه في الاي 4 0.6 اي عشان تكمل اي واحده. قدامك كده مين اصغر واحده؟ قال لي اي 2 يبقى بي، يبقى اجابتي اجابه بي. وكنت ممكن اتخدع في السؤال ده واحله على اساس ان هي سي. 43. الله 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 الله. بص بقى يلا بينا يلا بينا نلعب. 43 بيقول لك لو الار توتال لو الار في زاد، فحضرتك تقول لي بص يا مستر مبدئيا مفيش غير الريزيستنس دي والريزيستنس دي، فهنا بيقرا في بي لان الار انترنال بزيرو، وتحت برضو بيقرا في بي يا مستر. حلو. واحده واحده. الار في لما تزيد يبقى الار توتال هيحصل لها ايه؟ هتزيد يا مستر. وارجع للنوت اللي قلناها في الريكاب، قلنا في حاله ان الريزيستنس زادت ان بارالل زودت قيمتها يبقى الار توتال تزيد، زودت واحده ان برانش يبقى الار توتال تقل. يبقى هنا الار توتال هتزيد يبقى الاي توتال يحصل لها ايه يا مستر؟ تقل. مين بيقيس اي توتال؟ A1. يبقى مبدئيا ديكريزز. اجابه سي واجابه دي صح. ماذا بعد؟ هو مش الريزيستنس لما تزيد في البرانش ده الاي بتاعتها هيحصل لها ايه؟ تقل. فتبقى A2 ديكريزز. تبقى اجابتك اجابه دي. تعالى بقى نتاكد ليه الاخيره ريمينز كونستنت. لان يا باشا دي هتفضل في بي، هي الفي بي هتتغير؟ لا. افرض الفي بي 6 فولت دي هتفضل تقيس 6 فولت، ما هو الريزيستنس ثابت يبقى الانتنسيتي ثابت. خلصت. فتبقى اجابتك فعلا اجابه دي. كان سؤال حلو جدا جدا جدا. 44. The following figures represent 3 electric circuits with identical resistors each of value R. ماشي. دي R ودي R R R R و R. بص بقى التركه فين. بيقول لك بالنسبه بقى للريليشن ما بين الانتنسيتيز، هو الريزيستنس هنا 2R، الريزيستنس هنا 2R صح؟ تمام. الريزيستنس هنا ار بس. ليه؟ عشان الاي 3 ماشيه برانش مش توتال. فتقول لي ساعتها يا مستر بص ريزيستنس 1 ايكوالز ريزيستنس 2، طبعا ده التوتال اكبر من ار 3. تعال نطبق الكلام ده كانتنسيتي. فتقول لي اي 1 ايكوالز اي 2 اصغر من اي 3. تعال نشوف الاجابه فين. اي 1 اجابتي اجابه بي. نور قطع. الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. نجم يا تعال 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 يا عبيط. تعال تعال هي ناقصه اصلها. تعال. فتبقى اجابتنا اجابه بي. طيب اللي بعده 45. جميل. 45 محتاج حضرتك تاخد بالك. بيقول لك لو R1 ل R2 ل R3 1 to 2 to 3 ساعتها الانتنسيتي مستر الانتنسيتي هتبقى العكس. I1 ل I2 ل I3 هيبقى الريشيو بتاعت الريزيستنس بس العكس. فتبقى 1 over 1 2 1 over 2 2 1 over 3. في قاعدة بتقولك في الماث عشان تبدأ تحل حاجة زي كده اعمل تايمز حاجة تبقى common للدينومينيتور يعني تايمز 6.
فساعتها تطلع لك 6 2 3 2 2 وتبقى اجابتك اجابه دي. طب حد تاني جرب مثلا يعملها تايمز 2 تايمز 3، للاسف دي مش هتطلع لك مظبوطه، هيطلع لك فراكشن تاني، انت بتبقى عايز تخليهم كلهم هول نمبرز، فتبقى اجابتك اجابه دي. 46 بيقول لك السؤال ده بقى تحفه. بص مش جايب لك الريزيستنس هنا، مستر هو ناس هيحطها؟ لا، ده هو تعمد يعمل كده. بيقول لك لو هنا ماشي 0.4 اي، انت حضرتك تقول له طز في الريزيستنس، مش عايزك تقول لي ما تجريش ورا ان انت تقعد تحل الرسمه، حل المساله. هو بيقول لك الانتنسيتي اللي ماشيه في 2 ار. ماشي طيب سيبك من دي، فوق في ار و2 ار. طب انا عندي سؤال مهم بقى، ايه هو يا مستر؟ دلوقتي الانتنسيتي كانت اي، الجزء ده دخل 0.4 اي، يتبقى لي هنا عشان يدخل الاثنين التانيين كام؟ 0.6 اي. انت مالك بقى بيه؟ مالك بالريزيستنس اللي مش مكتوبه؟ مش مهم، هو عايز يغلس عليك، مش عارف يغلس عليك ازاي، بس انت خليك ناصح. تقول يا مستر الانتنسيتي ساعتها ايه؟ الريزيستنس الصغيره هتاخد انتنسيتي اكبر، فدي 0.4 اي ودي 0.2 اي، او حلها بقانون الاي برانش اللي لسه حالين بي، فتبقى اجابتك اجابه بي عشان انت عايز اللي ماشيه في 2 ار. 47 the opposite figure shows a part of an electric circuit. طيب if the ammeter A2 reads 4 امبير، يلا نكمل البازل ومفيش رولز ولا في اي حاجه. بص ده بيقرا 4 امبير مستار، دول ان باراليل، يبقى دي 12 فولت، يبقى الجزء اللي فوق كمان 12 فولت، يطلع لك الانتنسيتي ماشيه هنا، تعمل 12 ديفايدد 6 يطلع لك 2 امبير، يبقى التوتال انتنسيتي اللي فوق 6 امبير. شفت حليناها ازاي؟ تعال نكمل. قال لي مستر الجزء اللي فوق ده لما اعمله باراليل مع بعضه كاني بقول للريزيستنس 6 و3 يعني 2 اوم، 2 اوم ماشي فيها كام؟ 6 امبير. يبقى تقول لي يا مستر بص الفولت برضو ثابت، ف 6 في 2 ب 12 يبقى الجزء ده بكام؟ ب 1 امبير، صح؟ ما هو 6 ب 2 ب 12 هنا، سوري يبقى دي 2 امبير عشان دي هيبقى الفولت بتاعها برضو 12 فولت. يبقى انت عندك 6 امبير من فوق و2 امبير من تحت، عايز قرايه مين؟ A1 8 امبير يا مستر مجموعه. السؤال ما كانش صعب على فكره، بازل وبتبدا تحلها. طيب تطلع لك دي 48. يلا 48 the opposite figure shows a part of an electric circuit if ammeter A1 and A2 are equal. A1 و A2 are equal. then the resistance. طب تعال نشوف اميتر 1 ده هيقرا ايه. كده كده الانتنسيتي هتتجمع هنا اي بعد كده تتجزأ. تعال نشوف A1، سمي لي الاي اللي ماشيه فيه I1، وتعال نقول I1 equals I في الار داش بتاعت الجزء ده بس، فهتقول لي 2R على 2 بلس R divided البرانش اللي انا بتكلم عليه R. تمام. طيب بالنسبه بقى لي اي مثلا سمي الثانيه 3، سمي لي دي مثلا اي 3 او اي 2 يا عم، بلاش اي 3. تعال اي 2 هتبقى ايكوال الاي توتال برضو تايمز الاثنين دول ان باراليل، يبقى 8 ار على 8 بلس ار ديفايدد البرانش نفسه بكام؟ ب 8. طبعا حط ده في براكت وانت بتعوض في الكالكوليتر عشان ما تلخبطش. بيقول لك ان اي 1 ايكوال اي 2، يبقى تقول لي ايه بقى مستر؟ اي في 2R على 2 بلس R، ده هو اللي قال لك ها، هما مش ايكوال دايما عشان بس ما تفترضش حاجه من عندك. ايكوالز I تايمز 8R على 8 بلس R ديفايدد 8. طبعا زي ما قلت لك حط دول في براكت، الاي تروح مع الاي، احسبها على الكالكوليتر هتطلع لك الار بكل سهوله، تطلع لك ب 4 اوم. 49 بيقول لك A2 reads ثانية 1 امبير، ده بيقرا 1 امبير والاتنين دول ايدنتيكال، يبقى دي ماشي فيها 0.5 امبير ودي ماشي فيها 0.5 امبير، يبقى ده معناها A3 بيقرا 0.5، يبقى دي كمان مالها 0.5 امبير. السؤال مش صعب خالص، يبقى A1 بيقرا التوتال بتاعهم مجموعهم يبقى 1.5 امبير. موضوع سهل اهو. طيب هو عايز يرايت مين؟ A1 و A3. A1 بيقرا 1.5 و A3 بيقرا 0.5. اجابتي ايه؟ اخر سؤال معانا النهارده وهو سؤال 50. سؤال 50 سؤال جميل قوي،
بيقول لك هات لي ريليشن ما بين الانتنسيتيز. بالنسبه لاي 1 الريزيستنس في الحاله الاولانيه بكام بس؟ الار توتال. قال لي يا مستر دي ديد لان هي بارلل سلك سلك، يبقى ار واحده. طيب في الحاله الثانيه 2 ار. في الحاله الثالثه مستر 1.5 ار. يبقى تقول لي R2 أكبر من R3 أكبر من R1. فتقول لي therefore يا مستر intensity 2 العكس بقى، أصغر من I3 أصغر من I1. تعال نشوف الكلام ده. I1 equal I2 غلط. I1 أكبر من I3 فعلا يا مستر حصل. I2 أكبر من I3 ما حصلش. I3 أكبر من I1 برضو ما حصلش. تبقى إجابتي إجابة B. وبكده نكون خلصنا اللسن نصه. طبعا خلصنا سيشن النهارده. اتمنى اكون بفيدك على قد ما اقدر. لو عندك اي اسئله تقدر تبعت لنا عادي. هتلاقي لينك البيج تحت ولينك الشانل، ادخل عشان تتابع اول باول لما ينزل اي فيديوز، لما ينزل اي مسابقات، اي حاجه. تمام. بالتوفيق يا شباب وربنا معاكم. واتمنى فعلا تكون الفيديوز دي بتديك دفعه كده ان انت تكمل، ما تحبطكش، ما تزعلكش، كمل وعافر للاخر. سيبك من اللي الناس بتقوله. ربنا معاكم يا رب ويوفقكم ويكتب لكم الخير. اخوكم المايسترو هيكمل سلسله التفوق. قلوب كتير. سلام.